فيلمنا بيبدأ سنة 2017. بنرجع للماضي شوية علشان نعرف شوية حاجات بخصوص الدمية أنابيل. بنشوف عيلة مكونة من صامويل ومراته موناليز وبنتهم أنابيل، وبيكونوا خارجين من الكنيسة بعد صلاة الأحد المعتادة، وخدوا عربيتهم وكانوا مروحين على البيت. بس في السكة الكاوتش بيبوظ، فبينزل صامويل علشان يغيره، لكن وهو بيغيره بتقع منه صاموليا على الأرض، فبتروح أنابيل تجيبها، لكن للأسف بتعدي عربية بسرعة كبيرة وبتخبط أنابيل وبتموت، وبتقع جنبها الدمية بتاعتها وبتكون اتدمرت هي كمان. بتعدي على الحادثة دي 12 سنة. بنشوف مستر صامويل أبو أنابيل وهو بيستقبل مجموعة بنات أطفال ومعاهم راهبة اسمها شارلوت. بنعرف إن شارلوت والبنات دول جايين من الكنيسة علشان يعيشوا مع مستر صامويل ومراته موناليز في البيت بناء على طلب صامويل ومراته شخصيا. المهم بياخد صامويل البنات وبيبدأ يفرجهم على البيت، وبيعرفهم على الدور الأرضي وأوضته والصالة، وبيعرفهم إنهم هنا يقدروا يستخدموا الدور الأرضي كله براحتهم ما عدا أوضة واحدة علشان أوضة خصوصية، وعرفهم إن أوض النوم بتاعتهم في الدور التاني، وكان هياخدهم ويفرجهم على أوض نومهم. لكن لاحظ إن واحدة من البنات اسمها جانس عندها مشكلة في رجلها وماشية بعكاز، فمش هتعرف تطلع على السلم، فنزل لها صامويل كرسي كهربي متركب على السلم وبيتحرك على السلم عادي، وبيعرف الكل إنه عمل الكرسي ده من فترة لمراته موناليز لأنها مريضة شوية ومش بتعرف تتحرك خالص. المهم بتستخدم جانس الكرسي وفعلا بتطلع بيه أول واحدة للدور اللي فوق، ومجرد ما طلعت حست بحركة غريبة، لكن قبل ما تركز مع الحركة دي بيطلعوا أصحابها البنات وبيعملوا دوشة وصوت، فبتنشغل جانس معاهم وبتنسى اللي حصل من شوية. بعد كده بتبدأ جانس تشوف أوضة علشان تعيش فيها في البيت، وبتروح لأوضة كده كانت مقفولة، وقبل ما تفتحها بتلاقي كلام غريب مكتوب على الباب، فما اهتمتش وجت تفتح الأوضة. بس جه مستر صامويل وبشكل مش مفهوم اتعصب عليها ووقفها وعرفها إن الأوضة دي ممنوع أي حد إنه يدخلها لأنها أوضة بنته أنابيل اللي ماتت ومش بيحب حد يدخلها. وقتها ما اهتمتش جانس خالص رغم إنها استغربت من أسلوب صامويل، ولكن جانس سابته وراحت لصاحبتها المقربة ليندا، وقررت إنها تقعد معاها في نفس الأوضة بتاعتها. وبدأوا البنات يلعبوا في البيت والجنينة بتاعة البيت، وكانوا كلهم مبسوطين بالبيت ده إلا جانس اللي من أول لحظة دخلت فيها البيت وهي حاسة إن في حاجة غريبة فيه، ولكن ما اهتمتش باحساسها ده. وبالليل قعدت جانس والكل يتعشوا سوا، بس اثناء ما هم قاعدين بيسيبهم صامويل وبيدخل يشوف مراته في اوضتها، وهو داخل واحده من البنات كده اسمها كارول بتقوم تمشي وراه على امل تشوف مراته، لانهم من وقت ما جه البيت ما حدش شافها خالص، لكن صامويل بيقفل الباب بسرعه فما بتعرفش كارول تشوف اي حاجه. بعدها طلعوا الكل يناموا، بس جانس قبل ما تنام بتحس بحركه غريبه وبتلاقي حد بيرمي ورقه من تحت باب اوضتها، فبتستغرب وراحت على الورقه دي وتفتحها ولقيت حد كاتبلها فيها دوري عليا. وقتها افتكرت جانس ان ده مقلب من صحابها، فخرجت تدور على اللي حدف الورقه دي، ووقت ما هي بتدور في الدور لقيت ورقه جايه من تحت اوضه الطفله انابيل، فخدت الورقه دي وفتحتها ولقيت مكتوب فيها انا هنا. وبرضه افتكرت جانس ان حد من صحابها في الاوضه وحدف لها الورقه، فتحت الاوضه ودخلت تدور على اصحابها لكنها ما لقيتش حد، ولقيت الاوضه مليانه عرايس وحاجات بتاعه اطفال لانها كانت اوضه الطفله انابيل. المهم ان جانس بتلاقي حاجه قدامها كده متغطيه بملايه، فبتشيل الملايه دي وبتلاقي الحاجه اللي تحتها عباره عن ماكت للبيت اللي هم فيه، وبيكون الماكت ده جايب كل تفاصيل البيت. وبتلاقي جانس مفتاح كده في الماكت عند دولاب معمول في الماكت، فخدت المفتاح ده وبصت في الاوضه ولقيت نفس الدولاب، ففتحته بالمفتاح وبتتفاجئ بدميه مخيفه في الدولاب. طبعا الدميه دي تبقى انابيل اللي احنا عارفينها. المهم ان جانس خافت منها وحاولت تقفل الدولاب، ولكن الدولاب اتفتح تاني، فجابت جانس الملايه وغطت بيها دميه انابيل، لكن بتتفاجئ ان انابيل وهي عليها الملايه بتتحرك وبتقرب عليها. فجأة الملايه وقعت وما كانش تحتها الدميه، ولكن اللي حصل ده رعب جانس جدا وخرجت جري من الاوضه بسرعه. وتاني يوم جانس كانت مرعوبه فاتكلمت مع الراهبه شارلوت وحكت لها على كل اللي حصل، وطلبت منها يمشوا من البيت المرعب ده، ولكن الراهبه شارلوت عصبت عليها وطلبت منها ما تدخلش الاوضه دي تاني زي ما صامويل طلب، وطلبت منها ما تجيبش سيره الموضوع ده قدام حد خالص، خصوصا صامويل ومراته لانه ممكن يتضايق منهم ويطردهم من البيت، وساعتها يضطروا يعيشوا لوحدهم وبعيد عن بعض. فوافقت جانس على كلامها وقررت تسكت فعلا. في نفس اليوم ده بالليل في اوضه تانية غير اوضه جانس قعدت كارول وواحده من البنات اسمها نانسي يلعبوا وهم متغطيين بالملايه، وبتيجي السيده موناليز وبيكون معاها اجراس وبترن بيهم. طبعا استغربوا وركزوا معاها، وفجأة اختفت وظهر شبح شكله غريب ما بينهم، فخافوا وصوتوا فاختفى الشبح. وجي كل البنات على الصوت وكمان مستر صامويل وسألهم ايه اللي حصل، فحكيت له وعرفوه ان السيدة موناليز جات لهم هنا وهي في ايدها جرس. استغرب صامويل وعرفهم ان مراته مش بتخرج من الأوضة ابدا لانها مريضة، عرفهم انه ممكن يكون بيتهيأ لهم، وبرغم انهم ما ارتاحوش لكلام صامويل لكن عدوا الموقف. وتاني يوم راحت الراهبة شارلوت لأوضة موناليز علشان تطمن عليها، وكانت موناليز على السرير وحاطه قدامها زي ستاره كده عشان محدش يشوفها، وده لسبب هنعرفه قدام. المهم ان شارلوت واقفه بتشوف بالصدفه صور بنتها انابيل، فبتقول لموناليز ان بنتها جميله جدا وبتشكرها موناليز، وبتعرفها ان بنتها ماتت من 12 سنه وهي طفله. بعد كده طلبت موناليز من شارلوت تديها ظهرها، فعملت شارلوت كده فعلا، ولكنها ركزت في المرايه وشافت موناليز فيها، وكانت موناليز بتقلع ماسك غريب كده،
والناحية التانية بنشوف جونس على الباب، وكانت بتتصنت على موناليز وشارلوت وسمعت كل كلامهم. بعدها لفت جونس في البيت وبالصدفة بتشوف صورة متعلقة بتظهر فيها أنابيل، وجنبها الدمية أنابيل المرعبة اللي شافتها في الدولاب. بتستغرب جونس جدا وبتحس إن أنابيل ليها يد في اللي حصل لها. المهم خدت الصورة معاها للأوضة وفضلت طول الليل ماسكة الصورة وعمالة تفكر إيه الرابط بين الدمية المرعبة وموت الطفل أنابيل. لكن بيقطع حبل أفكار جونس صوت غريب جاي من أوضة أنابيل، فسابت الصورة اللي في إيدها ودخلت للأوضة تشوف الصوت، فلقيت إن التسجيل اللي في الأوضة ده شغال وهو سبب الصوت. وفي الوقت ده بتيجي صاحبتها ليندا وبتنصح ليندا تخرج من الأوضة دي عشان مستر صامويل ومراته ما يزعلوش منها، وبتسيبها وبتخرج. لكن جونس مش بتخرج وبتفضل تدور في الأوضة على أي حاجة تفهمها اللي بيحصل، لحد لما بالصدفة بتلاقي دفتر مذكرات في الأوضة، فبتاخده تقرا فيه. بس أثناء ما هي بتقرا بتلاقي كل الألعاب اللي في الأوضة اشتغلت لوحدها، فبتخاف وبتركز معاهم وما بتكونش عارفة تعمل إيه وسط الرعب ده كله. الرعب بيزيد لما بتظهر قدامها شبح الطفل أنابيل. وقتها سألتها جونس هو أنت أنابيل بنت صامويل؟ فأكدت شبح أنابيل على كلامها وطلبت منها أنابيل ساعتها تساعدها، فوافقت جونس وسألتها أساعدك إزاي. في اللحظة دي اتغير وش أنابيل خالص من الطفلة البريئة لوش شبح مخيف، وقالت لها عايزة روحك اديني روحك. وبتترعب جونس وخرجت تهرب من الأوضة بسرعة، وكل ما بتيجي تدخل أوضة حد من صحابها أو الرهبة الأوضة كانت بتتقفل لوحدها. فترعبت جونس أكتر وأكتر وفضلت تصرخ وهي بتطلب المساعدة من أي حد، ولكن صوتها ما كانش بيوصل لأي حد في البيت. وعلى الرغم من كل ده جونس ما يأستش وقررت إنها تهرب من البيت، واستخدمت كرسي السلم الكهربائي علشان تنزل بيه للدور الأرض وتهرب من البيت. ولكن في نص السكة السلم وقف لوحده وبدأ يطلع بجونس تاني لفوق. لما بصت جونس لفوق لقيت الطفل أنابيل، ولكن في شكلها المرعب واقفة مستنياها وبتكون بصلها برعب. لكن فجأة اختفت أنابيل والكرسي وقف وكل حاجة رجعت طبيعية وهادية. بس الهدوء ده ما طولش كتير، وبعدها جت حاجة وسحبت جونس من مكانها، وفي لحظة بترمي جونس من فوق للدور الأرضي وبتنزل متكسرة، ولكن بتكون لسه عايشة. تاني يوم بيلاقوها مرمية، فبياخدها مستر صامويل يعالجها، وبيكون الكل فاكرين إنها وقعت من على السلم مش أكتر. وبعد شوية رجع بيها صامويل للبيت وكانت حالتها أحسن بكتير، ولكن دي حالتها الجسدية، بس حالتها النفسية متدمرة وخايفة جدا. وده اتأكدنا منه لما قعدت جونس مع الراهبة شارلوت وعرفت شارلوت إن البيت ده فيه شيطان شرير وبيحاول يسرق روحها، وبتطلب منها يمشوا من البيت المرعب ده أفضل لهم. لكن شارلوت برضه مش بتصدق وبتعرفها إنه ممكن يكون بيتهيأ لها من الصدمة مش أكتر، فبتسكت جونس وهي محبطة. وفي نفس اليوم بالليل بيقعد صامويل مع مراته وبيعرفها إنه حاسس إن جونس دي ما وقعتش بالصدفة، وممكن يكون في حد هو اللي وقعها. وعرفها كمان إنهم غلطانين إنهم جابوا الأطفال دول هنا، لأن كده عرضوهم كلهم للخطر. وبيكون واضح من كلام صامويل ومراته إنهم عارفين إيه اللي بيحصل في البيت كويس جدا. وتاني يوم الصبح كانت جونس قاعد على الكرسي في الحديقة بتاعة البيت، ولكن فجأة لقيت شبح مرعب على شكل الراهبة شارلوت جاي وبيزقها بقوة لمخزن البيت وبيرميها هناك. فبتفضل جونس تصرخ وتحاول تهرب من المخزن ولكنها بتفشل. بس بعد وقت قصير خالص بتيجي الراهبة شارلوت وليندا وبيفتحوا المخزن وبيلاقوا جونس قاعدة في المخزن عادي خالص وهادية جدا لدرجة تخوف حرفيا، وبتفضل تقول لهم إنها بخير وإنها ما حصلهاش أي حاجة خالص. وفي نفس الوقت كانت بتبص لليندا بنظرات مرعبة، وليندا نفسها بتخاف منها. وبنعرف في اللحظة دي إن شبح أنابيل الشرير سكن جوه جسم جونس. المهم ليندا كانت خايفة من جونس جدا، فراحت لكل أصحابها البنات وعرفتهم إن جونس فيها حاجة غريبة اليومين دول، وعمالة تبص لها بنظرات غريبة. ده غير إنها من فترة كده عمالة تقول إنها شافت بنت صامويل الميتة. طبعا الكلام ده خوف البنات، لكن محدش عمل أي حاجة لأن مفيش في إيدهم أي حاجة. حالة خوف في كل البنات وأكترهم ليندا خلت صامويل استغرب جدا، فراح قعد مع ليندا وسألها مالك، فاعترفت له ليندا إنها خايفة من جونس صاحبتها علشان بتبص لها بصات غريبة. ده غير إنها بقت غريبة وبتقول إنها شافت عفريت أو شبح بنتك أنابيل بعد ما شافت العروسة أنابيل بتاعتها في الدولاب بتاعها. في اللحظة دي بيتعصب صامويل وبيزعل ليندا وبيعرفها ان الدمية أنابيل دي كان مخبيها وما ينفعش حد يوصل لها، وبيسيبها عشان يدخل يتصرف في الموضوع ده. فبيتفاجئ ان الدمية أنابيل قاعدة على السفرة وقدامها ورقة، فبياخد الورقة يقراها وبيلاقي رسالة مكتوب فيها لقيتك. فجأة بتيجي الطفلة جونس وبيتحول شكلها وبيكون مرعب وبتقتل صامويل بكل دم بارد. بعد شوية بتدخل شارلوت البيت فبتلاقي صامويل ميت، فبتكون خايفة جدا. بس موضوع موت مستر صامويل ده بيعدي وبيفضلوا الكل قاعدين في البيت عادي جدا. ويوم ورا التاني جونس بتبدأ تكون غريبة أكتر لأنها دايما ساكتة ومش بتتكلم وبتبص للكل بنظرات غريبة. ده غير إن الدمية أنابيل مش بتفارقها. كل التغيرات دي لاحظتها ليندا. ففي مرة راحت أوضة جونس في الليل وخدت الدمية أنابيل من غير ما تحس جونس، وكانت رايحة ترميها في البير، بس شافتها الراهبة شارلوت فمشيت وراها وسألتها بتعملي إيه، فعرفتها ليندا إن جونس اتغيرت بسبب الدمية دي، وإنها شاكة كمان إن الدمية دي سبب موت صامويل، فعشان كده هتتخلص منها وفعلا بترميها في البير. بس قبل ما تسيب المكان وتمشي بيجي حد بيفضل يسحبها عشان يرميها في البير، ولكن بتيجي شارلوت وبتنقذها وبتخرجها من البير وبتقفل البير خالص. فبيلاقوا حد عمال يخبط على الغطا وعاوز يفتحه ويهرب، لكنهم ما اهتموش وسابوا المكان وهربوا.
وبتروح ليندا وشارلوت لجانس علشان يشوفوا حالتها بقت عامله ايه بعد لما رموا الدميه دي، ولكنهم بيلاقوا جانس مش موجوده وبيلاقوا بس الدميه على السرير، وبيكونوا هيتجننوا لانها ازاي رجعت بعد ما رموها، وكل ده جنن شارلوت. فخدت الدميه وراحت لمولانيز وطلبت منها تقول لها حقيقه الدميه دي وحقيقه اللي بيحصل في البيت، فخافت مولانيز وطلبت منها تبعد الدميه دي عنها خالص. بعدين بدات تحكي لشارلوت، وهنا بنعرف ان زمان بعد ما انابيل بنت صامويل ماتت هما الاتنين ما صدقوش الحقيقه دي، وبسبب كده بقى يمشوا ورا اي حد على امل انه يرجع لهم بنتهم، وبسبب كده مشوا في طريق الشر والجن، وبعد فتره بيقدروا يشوفوا بنتهم انابيل ويحسوا بيها في البيت. ولكن كل ما يعدي الوقت كان ظهور انابيل بيكون مخوف اكتر واكتر وبتعمل حاجات غريبه، وعشان كده حست مولينز ان في حاجه غلط بتحصل وان اللي بيظهر لهم ده شيطان مش بنتهم الحقيقيه. واتاكدت لما مره اتحولت انابيل لشيطان مرعب وهجمت على مولينز وطيرت لها عينيها، وعشان كده مولينز دايما لابسه ماسك علشان شكلها بقى مرعب ومش عاوزه حد يشوفها كده، وعشان كده مش بتخرج من اوضتها خالص. المهم بعد الحادثه دي ما حصلت راحت مولينز وجوزها للكنيسه علشان تساعدهم، وبعد ما روحوا البيت عرفوا ان الكيان اللي ساعدهم ورجع لهم بنتهم يشوفوها هو في الحقيقه كيان شيطاني، واستغل بنتهم متصور في شكلها علشان يقرب لهم ويجبرهم يسلموا روحهم ليه. لكن ده ما حصلش لان قس الكنيسه حبس الكيان في الدميه انابيل وحبسه في الدولاب، وكان على الدولاب ده ايات كتير من الانجيل بتساعد في حبس الجن ده للابد. ولكن لما جت جانس وفتحت له الجن ده رجع تاني وحقق هدفه وقتل صامويل، وحاليا عايش في جسم جانس. وفي نفس الوقت ده كانوا البنات بيدوروا على جانس لانها مختفيه، وبعد تدوير كتير بيلاقوا بعدها جانس واللي كان شكلها مرعب وماسكه في ايدها سكينه وبتهجم عليهم، فبيهربوا وبيروح لشارلوت اللي بتطلب منهم يخرجوا بره لحد لما تجيب باقي البنات وتجيلهم. ولكن البنات دول مش بيرضوا يخرجوا من البيت الا وميس مولينز معاهم، فبيروحوا علشان ياخدوها وبيلاقوها مقتوله ومصلوبه على الحيطه، وكان جسمها مقسوم نصين حرفيا، وده بيكون انتقام الشيطان منها زي ما انتقم من جوزها لانهم حبسوه في الدميه انابيل. بعدها بتقدر شارلوت توصل لباقي البنات واللي كان منهم ليندا، وكانوا هيهربوا لكن جانس جت لهم وبدات تهاجمهم وكانت هتقتل الرهبه شارلوت، لكن شارلوت قدرت تضربها وخدت جانس والدميه انابيل وحبستهم هما الاتنين في الدولاب اللي فيه ايات الانجيل، وقفلت عليها وهربت من البيت. لكن ما هربتش لوحدها، كان معاها ليندا وباقي البنات. طبعا الشرطه بيوصلوا تاني يوم وبتروح شارلوت البيت وبتسال الضابط على الطفله جانس هل لقاها ولا لا، لكنه بيقول لها انه ما لقاهاش ومحدش يعرف اختفت فين، وبياخد الدميه انابيل وبيمشي. اما شارلوت فبتاخد ليندا وباقي البنات وبيروحوا مكان تاني يعيشوا فيه لحد لما يعدوا التجربه المرعبه دي ويعرفوا صديقتهم جانس راحت فين لان مش عارفين عنها اي حاجه. لكننا بنعرف انها في دار ايتام كده في مدينه، بيروح اب وام يتبنوا طفله، والطفله دي بتكون هي جانس واللي بيقرروا يسموها انابيل. بعد 12 سنه هي اللي انابيل كبرت وقتلت ابوها وامها هي وحبيبها المجنون اللي كان بيتبع الشيطان معاها، وحاولوا يقتلوا جون ومايا زي ما شفنا في الجزء الاول لكنهم فشلوا. وبنفهم ان الاب والام دول هم جيران جون ومايا اللي اتقتلوا في الجزء الاول خالص. بعدهم جانس نفسها اتقتلت والشيطان المخيف ده لسه حر. وكده يكون الجزء الثاني من الفيلم خلص. لايك للفيلم لو عجبك، وما تنساش تشاركنا برايك في التعليقات، واكتب لنا عاوز افلام او مسلسلات عن ايه، وما تنساش تشترك معانا في القناه علشان تشوف كل ملخصاتنا الجديده. سلام.